بتبدأ الحكاية مع لي خبير الفنون القتالية والماهر جدا في استعراض مهاراته وأساليب الفنون العسكرية مع صديقه وانغ للجماهير أثناء المهرجان الصيني، وكل الحضور بيعجبوا بيهم وبمهاراتهم المتطورة وتناغمهم، وما كانوش مصدقين استعراضهم القوي لدرجة إن الصحافة بتجري على لي وبتعمل معاه لقاءات صحفية، ومحدش بينهم بيعبر، وانغ فبتقيد جواه نار الغيرة وبيقعد مع نفسه يشرب سجاير، وساعتها المدرب بتاعه بينصحه يبطلها لأنها في يوم هتقتله. وبالليل بيخرجوا سوا للتسوق، وانغ كان بيتمنى لو اتولد في أمريكا لأن الحياة هنا أسهل بكتير، وكان بيكره الصين جدا، وعلى الأقل هنا هيقدروا يسدوا احتياجاتهم ويشتروا اللي هم عايزينه، وعلشان كده قرر البقاء في أمريكا. كفاية إنه هيقدر يلاقي شغل محترم على عكس الصين، ده حتى مستحيل يشتغل مدرب لفنون القتال لأن الشغل في المجال ده يكاد يكون مستحيل. ولكن ليه كان ليه رأي مختلف، وبرغم من حبه لأمريكا بس كان شايفها بلد ممكن يقعد فيها شوية أو يسافر لها لكن ما يستقرش فيها، ودي نقطة الاختلاف ما بينهم. وأثناء ما الفريق الصيني في المطار ومستعد للرحيل، كل واحد من الأصدقاء بياخد تذكرته اللي هيقدر يسافر بيها، وقبل ما يركبوا الطيارة بياخدوا جولة حرة بالمكان استعدادا للسفر. ولكن ليه بيلاحظ ان وانغ اتنكر وساب الفريق وبيستعد للهروب من المطار والاستقرار في امريكا، ولما بيحاول يتكلم معاه وانغ بيطلع يجري منه باقصى سرعة ممكنة لخارج المطار لحد ما بيوصلوا للجراج. ومن الواضح ان وانغ كله اصرار على الهروب، وبيتخانق مع ليه وهو رافض تماما الرجوع للصين، وبيترجاه يسيبه لانه شايف حياته ومستقبله هنا. وبما ان صديقه من زمان ليه ما بيقدرش يرفض طلبه، وبيديله كل الفلوس اللي معاه بمحفظته كمان علشان يساعده، وبيتركه وبيجري بسرعة علشان يلحق الطيارة. وفي خلال دقايق بيظهر ضابط شرطي وبيشتبه بوانغ وبيفتشه. لما بيلاقي معاه محفظة ليه بيفتكره حرامي، ولما بيلاقيش وانغ اي طريق للهروب غير ضرب الضابط بكل قوته لحد ما بيقتله بالغلط، وبينسى ياخد المحفظة وبيهرب. وبيقابل صديقه بيلي اللي بياخده بره المطار نهائيا، اما ليه بسبب سرعته بيخبط في بعض المواطنين، وفي ضابط تاني بيشك فيه وبيبلغ عنه. اول لما بيوصل للاستقبال بيعرف ان الطيارة بتاعته طارت بفريقه في اللحظة دي، وطبعا هو بيتوتر جدا وما بيبقاش عارف يعمل ايه، وبيحاول يكلم اي حد ينقذه لكن بدون اي فايدة. والمصيبة ان في الوقت الحالي الشرطة بتدور عليه بعد ما لقوا محفظته فيها صورته جنب الضابط المقتول، وبيجري يقبضوا عليه في خلال لحظات، وبياخدوه على اسم الشرطة يحققوا معاه لان الموضوع كبر جدا بسبب ان الضابط ده مات بسبب الضرب عن طريق الفنون القتالية. وبيجي فريق من السفارة علشان يحاول يفهم منه اللي حصل ويدافع عنه. حتى بعد ما ليه بيحكي لهم على قصة وانغ، المحقق بيرفض اطلاق سراحه لان الادلة كلها ضده، محفظته جنب الجثة اللي ماتت على ايد خبير للفنون القتالية، وبكده القضية لابساه. ووانغ بقى في الوقت الحالي بيروح مع صديقه بيلو وبيعرفوا على زعيم العصابة اللي شغال معاه ماركو، بس من الصدف الغريبة ان بيهجم اعضاء عصابة منافسة مسلحين على المكان وبيقتلوا الحراس وبيطلعوا علشان يقتلوا ماركو، لكن وانغ وصديقه بيقدروا يصدوا ليهم وبيخشوا معاهم في قتال دامي، وبيستخدموا كل مهاراتهم في فنون القتال، وبيتخلصوا من المسلحين واحد ورا التاني بكل قوة وشراسة وعنف، وبيقدروا ينقذوا الزعيم اللي بيفرح جدا بوانغ، وطبعا بيشغلوا معاه وبيخليه واحد من رجالته. وفي الحبس ليه في اقصى درجات الانهيار وشايف مستقبله بيضيع بسبب غلطة صديقه، وبيفتكر التحقيقات وكلام الضابط بيرن في ودانه، وخصوصا انه في نظر الكل مجرم وجاب العار لبلده. واثناء ما المحققين واخدينه للمحكمة بتحصل حادثة شنيعة بسبب طفل بيعدي الشارع، وعلشان يتفادوه بيقفوا في نص الطريق، وبتيجي عربية نقل مسرعة بتخبطهم بقوة، وبسببهم بيغمى على المحققين، ولكن الطفل لسه في خطر من العربيات، وبسرعة البرق ليه بيكسر ازاز العربية وبينقذ الطفل قبل ما يموت. واول لما بيدرك الوضع اللي هو فيه بيقرر يهرب باقصى سرعة قبل ما الضباط يفوقوا ويمسكوه. بالطريقة دي هيحاول يثبت براءته، ولكن قبل ما يقدر يهرب بيفوق المحققين وبيطردوه في شوارع المدينة، وبتنضم ليهم عربية شرطة، وما بيبقاش غير حل واحد وهو ان ليه ينط في النار ويختفي. اما بيل فبينتقل لبيت جديد مع اخته شيلا، وبيجي له تليفون بيعرف منه ان العصابة المنافسة قررت الانتقام منهم بعد اللي عملوه، بعتت رجالة وراهم في كل مكان، وفي لحظتها بيرن جرس الباب وبيظهر اتنين من العصابة وبيطلقوا النار بدون رحمة على بيل. واول لما بتيجي رصاصة في كتفه بياخد اخته وبيهربوا من سلم الطوارئ وسط طلقات الرصاص العنيفة. وفي الوقت ده ليه بيتمشى في شارع مجاور، وبالصدفة بيشوف بيل وهو بيهرب، وافراد العصابة بيطردوه، وبدون تردد بيحمي شيلا وبيهجم كل واحد منهم على فرد من العصابة، وبيستخدموا عليهم اقوى الضربات واللكمات، وبيوروهم ان محدش يهزر ابدا مع الصينيين. ولكن في واحد منهم بيقدر يتغلب على بيل بسبب ان عنده قدرات ومهارات قوية جدا في الكونغ فو، ولكن بالتأكيد مش هيكون اقوى من ليه اللي بيخش معاه في قتال رهيب وبيهجم عليه بكل قوته، وبيسدد له اقوى الضربات السريعة والعنيفة، وبيستخدم عليه اساليب القتال المختلفة. وساعتها فرد العصابة اول لما بيسمع صوت الشرطة بيهرب من المكان، وبسبب مشاكل ليه هو كمان بيهرب بهدوء قبل ما يتقبض عليه. وفي اللحظة دي بيظهر ياو واحد من الجماهير اللي اتفرجوا على العرض بتاعه، بيفرح جدا وبيرد يوصله لاي مكان، وطبعا ليه بيركب معاه وهو خايف ومرعوب. ولما ياو بيحس ان في حاجة غلط بيقول له ما يخافش وانه هيساعده بما انهم شباب صيني ولازم يقفوا جنب بعض في الغربة. ليه ما كانش عنده مكان يختفي ويبات فيه، فبيقعد مؤقتا عند ياو، واللي بيكون سعيد جدا ان البطل الصيني العظيم قاعد في بيتهم. وبعد ما بيرتاحوا ليه بيحكي له على كل شيء والقصة من اولها لنهايتها،
وياو بيبقى واثق ان الحقيقه هتظهر اكيد وهيقدر يثبت براءته. ماركو بياخدوا رجالته الاجتماع بما فيهم وانغ اللي بقى واحد من رجالته الموثوقين. الاجتماع ده بيكون فيه كبار زعماء المنظمه الاجراميه بالمدينه علشان يقرروا هل هيحاربوا اعدائهم ولا لا، او الاول يحددوا مين بالظبط اللي بيخونهم. ولكن باقي اعضاء المنظمه بيبقوا شايفين ان دي مشكله ماركو لوحده ومفيش اي حد فيهم يتعرض للهجوم غيره، بيقول له يحل مشاكله مع نفسه ويبعد عنه. ليه في الوقت ده بيحاول يلاقي حل لمشكلته بمساعده ياو، وبيجي في دماغه يطلع جواز سفر مضروب ويهرب، بس طبعا ده محتاج فلوس كتير. ماركو بعد ما خرج من الاجتماع اعطى الاوامر لوانغ باغتيال بعض رجال العصابات المنافسه اللي بيحاولوا يقتلوهم علشان يحل مشكلته، مره بالقتل المباشر بالسلاح ومره تانية باستخدام مهاراته القتاليه وقتل اعدائه بعنف شديد، وما بيرحمش اي حد حتى في الاماكن العامه والشوارع، بيقتل اي حد يقف قصاده بدون اي رحمه. وفي يوم ياو بيتمشى في الشارع وبيلاقي بنت جميله وبيحاول يعاكسها، ولكنها بتبقى ضمن مجموعه من البلطجيه والحراميه وبيتجمعوا حوالين ياو علشان يسرقوه في خلال لحظات، ومن خوفه ما بيقدرش ينطق وبياخد الضرب وهو ساكت لحد ما بيظهر ليه وغلطه عمرهم انهم حاولوا يسرقوه، لانه بدون تردد بيهجم عليهم بقوه رهيبه وبلكمات وضربات ما لهمش حدود وما بيهموش اسلحتهم وبيقدر يغلبهم بسهوله جدا. وبيكمل وانغ عمليات الاغتيال لدرجه انه بياخد طياره هليكوبتر وبيهجم على اعدائهم في عرض البحر بالاسلحه الثقيله وبيخلص عليهم. واثناء ما هو قاعد بيعاكس بنات زي ما متعود بيشوف بنت غنيه جدا وراكبه عربيه اخر موديل، فبيطير وراها بعربيته الكحيانه لحد ما بيقف جنبها في اشاره وبيحاول يتعرف عليها، وطبعا هي ما بتعبروش، بس على مين الواد مصمم يكلمها وبيطاردها في الشوارع وهي بتحاول تهرب منه بكل طريقه، وبسبب سرعته المبالغ فيها عربيته الكحيانه بتعطل وبيقعد جنبها يعيط. وبيطلع ان البنت دي نينا وبتبقى عشيقه ماركو وبتكرهه اصلا بس ما بتقدرش تقف قصاده. بس الصدمه ان ماركو اول لما بيروح الاجتماع المنظمه بيلاقي انه وانغ واقف مع زعيم المنظمه، وطبعا بيتصدم وبيتكلم مع زعيمه وبيعرف منه ان العصابه الكولومبيه وصلت ومحتاج وانغ يتفق معاهم ويقابلهم مكانه. وطبعا ماركو بيحس بغضب شديد بس ما بيقدرش يقول اي حاجه للزعيم، وبيخرج وهو في قمه الانفعال وما بيرضاش حتى يتكلم مع وانغ وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت اللي هو في محل ابوه محليه وبيحضروا طلبات علشان يوصلوها للزباين، بيبقى وانغ قاعد مع العصابه الكولومبيه اللي حاسين بالغدر مع عدم ظهور ماركو للاجتماع، لكن الامور بتمشي تمام وبيتفقوا. وبصوت الاجتماع ده بيكون قصاد المحل وليه بيشوف وانغ وبيجري عليه علشان يتكلموا، ولكن الحراس بيمنعوه، بس اول لما وانغ بيشوفه بياخده لمكان بعيد يتكلموا بهدوء وبيقول له انا ما كانش في نيتي اقتل الضابط، ولكن ليه بيكون في قمه الغضب علشان بسببه هو عايش هربان ومعرض للحبس في كل لحظه ومش قادر يرجع للصين. ولكن وانغ بيوعده انه هيحاول يصلح المشكله دي بعلاقاته، بالرغم انه مش عايزه يرجع الصين لان الحياه هنا افضل بكتير وعنده فرص ما تتعوضش، وهناك كانوا بيعاملوهم زي الحيوانات. ولما بيلاقي ان ليه مصمم على رايه بيعرض عليه فلوس كمساعده في الوقت الحالي، ولكنه بيرفضها، بيقول له ان كل اللي عايزه تظهر براءته ويقدر يرجع تاني للوطن. وبالليل بيجي جواب ليه من اهله وبيعرف ان الشرطه الصينيه كانت بتدور عليه هناك، ولكنهم توقفوا عن البحث بعد فتره واهله واثقين انه بريء وبيتمنوا يقدر يثبتها ويرجع لهم من تاني. وانغ بعد ما بقى واحد من الناس التقيله في المنظمه وليه حراساته بيروح وبيقابل ليه من تاني وبيعرض عليه المساعده وبيوعده انه هيحل له المشكله الخاصه بيه، بس لازم ياخده معاه. وليه بيقبل وبيروح معاه علشان يقابلوا ماركو وهو بيتغدى في مطعم ومعاه نينا، وطبعا بيتعرفوا على بعض بس محدش منهم بيتكلم. وبيحاول وانغ انه يخلي ماركو يطلع له جواز سفر مزيف ويساعده للرجوع للصين، ولكن ماركو كان شايل منه بعد ما كان واحد من رجالته ودلوقتي بقى مهم في المنظمه، وبيبدا يعامله بطريقه سيئه جدا وبيشتمه قصاد ليه اول لما بيحس ان في حاجه غلط بيسيب المكان وبيمشي. وطبعا وانغ بيتعصب على ماركو بيهدده انه هيدمره وان الحساب بينهم هيبقى تقيل جدا، وبيجري وراه ليه علشان يعتذر له، بس هو ما بيبقاش متضايق منه وبينصحه انه لو كمل في طريقه ده هتكون نهايته سيئه وبيرحل بهدوء. وبتظهر له نينا وبتاخده علشان توصله لاي مكان هو عايزه، ولكنها بتاخده يتكلموا سوا وبتقول له انها جت من فيتنام وكانت فاكره انها هنا هتعيش بحريتها وتبدا حياتها من جديد، ولكنها وقعت في مشاكل كتير لحد ما بقت عشيقه ماركو. ودلوقتي هي واثقه انه بريء وما قتلش حد واتكلمت معاه علشان عايزه تساعده بعد ما حست انه طيب، بس ليه بيبقى شايف ان المشكله بقت اكبر من مجرد جواز سفر وهروب وانه لازم يواجه مشاكله. وبعد ما نينا بترجع البيت بتلاقي ماركو مقضيها مع واحده تانية وطبعا ما بتقدرش تتكلم وبتخرج وبتسيبه يعيش حياته، ولكنه بيرفض وبيتعصب عليها وبيعملها بغايه الاسوأ. وفي الوقت ده ليه بيبقى قاعد في البيت وبيسمع ياو بيتخانق مع تونغ ورجالته، فبينزل بسرعه وبيدافع عنه وبيضرب اي حد يقف قصادهم، ولكنه بيعرف انهم كانوا بيتخانقوا معاه علشان مديون ليهم بفلوس بسبب الرهانات، وبيتعصب على ياو علشان المفروض انهم اصدقاء وما طلبش منه المساعده في مشكلته. والتاني يوم بيلاقي في كمين محكم معمول من الحكومه ومليان بضباط شرطه متنكرين، وونغ واقف بيتفرج من بعيد وما بيكونش عارف ان في شرطه بالمكان. وبيظهر في الوقت ده تجار مخدرات علشان عمليه تسليم مع رجاله وونغ، وبالصدفه كل ده بيحصل جنب محل ياو. واول لما وونغ بيحس ان في حاجه غلط بيبلغ رجالته يهربوا، والكل بيهرب من المكان والشرطه بتحاول تتعامل معاهم وبتضرب عليهم نار، وبيتحول الشارع لساحه معركه والجثث بتقع من كل مكان، واللي بيحاول يهرب الشرطه بتنفخه
بتقف وبتطلق عليه النار بدون رحمة، وافراد العصابة بيقعوا واحد ورا التاني، وفي واحد منهم اول لما بياخد رصاصة بيقع منه كيس مخدرات جنب ياو اللي في الوقت ده مستخبي تحت عربيته، واول لما بيشوف الكيس بياخده وبيخبيه، وبتوصل الاخبار لماركو بيبقى سعيد جدا باللي حصل لان كل ده كان من تخطيطه علشان يدي درس لونغ ما ينساهوش، بس بيتضايق لما بيعرف ان ونغ ما ظهرش في عملية التسليم ولسه عايش. وفي مقر المنظمة ماركو بيبقى سعيد جدا باللي حصل وبيتضايق ونغ وبيحرق في دمه. ياو بعد ما اخد كيس المخدرات بيخبيه مكان مسحوق الغسيل بعد ما بياخد منه عينة، واول لما ليه بيشوفه بيعتذر له علشان زعل معاه امبارح لان كل اللي عايزه انه يساعده مش اكتر، وياو بيوعده انه مش هيراهن تاني. بس في الاول بيروحوا بيقابلوا تونغ وياو بياخدوا على جنب وبيديله الفلوس المديون ليه بيها، وبيوري له المخدرات اللي معاه وبيطلع انها من اجود الانواع، والكيس اللي معاه يساوي 2 مليون دولار، وياو ما بيصدقش نفسه ان معاه حاجه تساوي المبلغ الرهيب ده كله. بس المصيبه ان في الوقت ده ابو ياو اخد علبه مسحوق الغسيل واستخدمه وما كانش يعرف اللي جواه، وباقي الكيس وقع في الميه وباظ، يعني المخدرات كده مع السلامه. وياو ساعتها بيكون قاعد مع ليه وبيحكي له عن احلامه واللي فاكر انه هيحققها بالفلوس، وبيوعده ليه انه هيساعده وهيسافر معاه للصين كمان. تونغ بعد ما عرف الكميه اللي مع ياو اتفق معاه انه يبيعها له وياخد نسبه، والغبي راح علشان يبيعها لوانغ اللي اول لما بيعرف كميتهم بيتاكد ان دي المخدرات بتاعته وبيمسكوا يضربوا علشان يعرف جابهم منين. وفي المحل بيجي تليفون ليه من نينا وبيجري بسرعه علشان يقابلها، اما ياو فبياخد علبه المسحوق علشان يبيع المخدرات اللي فيها، ولكنه بيتصدم انها اختفت، ولما بيعرف من ابوه اللي حصل بيتجنن وبيجري يحاول ينقذ منهم اي حاجه، وبيتعصب على ابوه علشان ضيع عليه 2 مليون دولار. وطبعا الراجل بيسمع كلام ابنه وما بيبقاش فاهم ازاي علبه مسحوق بالمبلغ ده. وفي اللحظه دي بيوصل تونغ بيساله على البضاعه وبيتصدم لما بيعرف انها راحت في الغسيل، ودلوقتي مش عارف يعمل ايه بما ان معاه مشتري وهينفخه لو ما جابش البضاعه، وبيطلع يبلغ رجاله تونغ باللي حصل وبيتحركوا بسرعه علشان يمسكوا ياو. واول لما بيلاقيهم جايين عليه بيطلع يجري وهو في قمه الرعب والخوف. نينا بقى بيقرر انها تسيب ماركو وتهرب منه، ما بتبقاش عارفه تروح فين ولا ليها اي اصدقاء. وبعد ما بيسيبها وبيرجع للمحل بيلاقي الدنيا مقلوبه والفوضى في كل مكان. وفي اللحظه دي بيجيله تليفون من وانغ وبيبقى عايز يقابله، ولكنه بيتصدم اول لما بيعرف ان هو السبب في دمار المحل بالشكل ده، وبيجري بسرعه علشان يقابله علشان يعرف منه سبب تدميره للمحل. ولكن وانغ بيتهموا انهم سرقوه والمخدرات معاهم، وتونغ اللي بلغ عنهم وبيديله فرصه يرجع له المخدرات، ولكن ليه بيتعصب عليه وبيقول له انه ما يعرفش اي حاجه عن المخدرات دي وبيسيبه وبيمشي. ولكن وانغ بيفقد اعصابه وبيهدده بالقتال لو ما جابلوش البضاعه في خلال 12 ساعه، بس ليه ما بيقبلش تهديده وبيحذره لو اي حد قرب منه هيكون مصيره الموت. وفي اجتماع المنظمه بيبقوا شاكين ان في حد من جواهم هو اللي بلغ عنهم وكان السبب في هجوم الشرطه وفشلهم في الصفقه، وماركو بيتهم وانغ بالفشل وانه السبب في ضياع مخدرات زي دي عليهم. وفجاه الحارس راي بيمسك ماركو بيضربه وبيقتله، وكل ده بأوامر من الزعيم لانه اكتشف ان ماركو هو اللي بلغ عنهم الشرطه وكان لازم يحصل على عقاب رادع. وفي نفس الوقت هو عارف برضه ان الشخص اللي معاه المخدرات هو صديق وانغ وبيأمره يتصرف ويجيب منه البضاعه او هو هيتصرف بنفسه. وفي الوقت ده ياو قاعد بيفكر ومش عارف يعمل ايه في الكارثه اللي حصلت، وبيجي ليه وهو متعصب وفي قمه الغضب علشان عرف بحقيقه المخدرات اللي هو سرقها، ودلوقتي هم معرضين للقتل. وبيضطر ياو يحكي له على كل حاجه، وبعدها بيرجعوا على المحل والصدمه ان وانغ مستنيهم جوه واخد الراجل العجوز رهينه علشان يرجعوا له البضاعه. ولكن ليه بدون تردد بيبدا بالهجوم بعنف على رجاله وانغ، ولما بيلاقيه هيقتل العجوز بيضطر يحكي له على الحقيقه، بس طبعا وانغ ما بيصدقش وبدون تردد بيضرب العجوز بالسكينه في رقبته وبيذبحه قصاده وبيخلص عليه. وليه وهو في قمه غضبه وبيهجم على اي حد قصاده وبيستخدم عليهم كل قوته ومهارته وبيسدد لهم اعنف الضربات واشرسها، وما بيبقاش مصدق ان صديقه وانغ اتحول لشيطان مرعب بالشكل ده. وبتكمل المعركه الرهيبه بين ليه وافراد العصابه، وبسبب قوته المفرطه ومهارته العاليه واسلوب القتال الرهيب بيكون قادر على الوقوف ضدهم. اما ياو فاول لما لقى في ضرب ومشاكل بيطلع يجري بالعربيه، ولكن في لحظه بيدرك انه جبان وساب صديقه وابوه للموت، وبيرجع بسرعه وبيشوف ليه وهو بيحارب العصابه، فبينزل بكل قوته وبيستخدم عصا معدنيه وبيهجم على وانغ، واللي طبعا بيمسكه يضربه بكل قوه وبيبقى عايز يعرف منه فين البضاعه، وبيستخدم اقصى درجات العنف علشان يكشف له عن مكانها، لدرجه ان وشه بيتشوي وبيكون غير قادر على الدفاع عن نفسه. وفي اللحظه دي بتوصل هنا وبتاخد دي وبيهربوا وبيسيبوا يوم ونهار على الارض بعد الاصابات الفظيعه اللي حصلت له مات. ولكن وانغ مستحيل يسيبهم وبيبعت وراهم رجالته في مطارده عنيفه وسط شوارع المدينه، والعصابه بتحاول توقفهم بكل طريقه ممكنه وبتطلق عليهم الرصاص، وبمعجزه بيقدروا يهربوا منهم. عربيه العصابه بتعمل حادثه وبتنفجر بالكامل، وليه بيغمى عليه اسر اصابته الشديده، فبتاخده نينا لمكان بعيد يستخبوا فيه. بعد ما بيرتاح بيحكي لها عن قصته مع وانغ، وما بيبقاش عارف هيروح فين دلوقتي، وما كانش ليه غير ياو وابوه، ودلوقتي الاثنين ميتين وهو لازم ينتقم منهم. ولكن نينا بتقول له انها برضه صديقته ولو احتاج حاجه هتكون جنبه. وانغ بعد ما فشل في مهمته الزعيم بيحذره انه لازم يجيب له الفلوس او البضاعه، وفي حاله الرفض لازم يقتل ليه. وفي اللحظه دي بيظهر قصاده ليه وجاي علشان ينتقم منه بعد اللي عمله، وبدون تردد بيهجم عليه وبيسدد له كمان بسرعه جدا. ولكن وانغ مقاتل شرس وبيقدر يدافع عن نفسه بقوه، وبيضرب ليه بركله قويه جدا، وبتستمر المعركه الشرسه وبيستخدم فيها ليه كل الادوات
الممكنة لهزيمة خصمه والقضاء عليه، وبيهجم عليه بقوة رهيبة وبمهارة فريدة من نوعه لحد ما بيقدر يتغلب عليه وكان هيهزمه. بس المعركة بتقف بوصول راي وباقي رجالة المنظمة، وبسبب فشل وانغ بيبقى عندهم أوامر بقتله، ولكنه مستحيل يستسلم بسهولة وبيضربهم وبيحاول يهرب، وطبعا بيتحركوا وراه وبيطلقوا عليه الرصاص، وباقي أفراد العصابة بيهجموا عليه وبيحاولوا يقتلوه، لكنه بيتفاجئ بمقاتل شرس بيستخدم عليهم أقوى أساليب القتال وقادر على الصمود والمواجهة، وبالرغم من مهارتهم العالية ولكنه واقف قصادهم زي الجبل. وانغ بيحاول يدافع عن نفسه قصاد باقي الأفراد وبيهزمهم وبيضربهم بعنف وقوة ملهاش حدود وبيقتل اللي يقف قصاده، والمعركة حاليا في غاية القوة والشراسة، وكل واحد منهم بيقدر يتغلب على كل المقاتلين اللي ضده لحد ما بيفضل راي فقط وبيطلق العديد من الرصاصات على وانغ وبيضربه بقوة لحد ما بيقع على الأرض منهار، وبيجي ليه وبيهجم على راي بكل قوته وطاقته وبيستجمع كل مهارته وبيضربه بسرعة ملهاش حدود وبيقدر يتغلب على واحد من أقوى المقاتلين اللي قابلهم. ولكن وانغ مفيش أي أمل في إنقاذه، بيلفظ أنفاسه الأخيرة وهو كان بيتمنى يحقق حلمه في الثراء. لغاية هنا بيكون فيلمنا خلص، استنونا في فيلم جديد وأكشن جديد.